شهر 11 2022 سام التمان نشر تويته وقال ان النهارده اطلقنا تشات جي بي تي، ومن هنا كانت البدايه. Wrap your head around what that AI chat GPT tool can do. A viral sensation that could completely reset how we do things. If you haven't heard of Chat GPT, well, that's probably going to change. The company behind the program says its new update makes the artificial intelligence even more accurate. اول حاجه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عبد الله نصر وبقدم محتوى تكنولوجي، فلو انت اول مره تشوفني ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه علشان يوصل لك كل جديد. حاول ما تجريش الفيديو علشان اعمل لك خصم 50% على اي حد محتاج اكونت شات جي بي تي، وده هيكون من خلال صفحه بتعمل لك الاكونت وهتاخد خصم كمان 50% بمجرد ما تقول لهم انك جاي من خلال الفيديو ده، وهسيب لك لينك الصفحه بتاعتهم في الوصف بتاع الفيديو. كمان في اكتر من متابع معانا هيكسب اكونت شات جي بي تي فور فري بمناسبه ان احنا وصلنا 4000 مشترك، بشرط ان هو هيعمل الشروط اللي احنا هننزلها على صفحتنا على الفيسبوك. ولو انت لسه مش مشترك معانا على الصفحه بتاعتنا هتلاقوا برضو اللينك بتاعها في الوصف بتاع الفيديو ده. هنتعرف النهارده ايه هو تشات جي بي تي وازاي تقدر تستخدمه وهل ليه بديل ولا لا، كل ده هنشوفه في فيديو النهارده. مبدئيا سام التمان اللي اتكلمنا عليه في بدايه الفيديو هو المدير التنفيذي لشركه اوبن اي اي، والناس اللي ما تعرفش الشركه دي هي عباره عن ايه، هي شركه مهتمه بمجال الذكاء الاصطناعي وعملوا تشات جي بي تي. وعلى فكره ايلون ماسك هو مؤسس الشركه دي اللي هو صاحب شركه تسلا. ايه هو تشات جي بي تي؟ بص يا سيدي، تشات جي بي تي كده بشرح مختصر عامل زي الشات بوت اللي بتشوفوه في مواقع البنوك. على سبيل المثال لو فتحنا موقع زي سي اي بي ودخلنا على الجنب اليمين كده هتلاقي فيه حاجه ظهرت لك اسمها انا البوت الذكي، بيكون فيه مطروح اكتر من سؤال مجرد ما تدوس عليهم بيجاوبك. ولكن الشات بوت ده بيكون ليه ليميت معين من عدد من الاسئله، بالتالي ان هو وقف عند نقطه معينه ومضطر ان هو يحولك لخدمه العملاء علشان يقدر يساعدك ويقول لك ايه المعلومه اللي ناقصاك. عكس الشات جي بي تي، الشات جي بي تي تقدر تساله زي ما انت عايز وما يزهقش منك، انت اللي تزهق من كتر ما الاسئله هو بيرد عليك، تساله ويرد عليك لحد ما انت خلاص تقول له خلاص كده انا اكتفيت بالمعلومه اللي انا عايزها. ده الفرق بين الشات بوت والشات جي بي تي. فهو الشات جي بي تي هو يعتبر كده مكتبه فيها جميع الاسئله في كل التخصصات بتقدر تساله ويجاوبك عليها. كمان الشات جي بي تي يقدر يساعدك في حل الاساينمنت، مثلا لو انت في الكليات اللي هي خاصه بالبرمجه لو في كود برمجه معين واقف قصادك تقدر تحطه للشات جي بي تي ويقول لك الايرور فين، وكمان يقترح عليك حل للسؤال بتاعك وايه افضل طريقه تحل بيها الكود ده. عندك كمان لو انت عايز تعمل ترجمه لمقال معين هو يقدر يترجمها، مش هنقول ان هي الترجمه الواو ولكن لحد ما افضل من جوجل ترانسليت. فهنا اصبح تقدر تستخدم شات جي بي تي في اي مجال انت عايزه، سواء مجال البرمجه او مجال الهندسه او المجال الرياضي. اي سؤال هتساله عليه هجاوبك بصوره واضحه، وكمان تقدر تساله في اي سؤال انت مثلا مش عارفه سواء كنت في الكليه او في حياتك العمليه بشكل عام. طيب انا كنت مجهز له كام سؤال، تعال نشوف لما احنا سالناه رد علينا قال لنا ايه بالنسبه للاسئله اللي انا كنت محضرها في اكتر من مجال مختص، سواء في مجال الكوره او البرمجه او المجال اللي هو خاص بكليه الحقوق. طيب اول سؤال كنت انا بساله بقول له مين هو محمد صلاح، فشوف الاجابه بتاعته هتكون عامله ازاي. هيجيب لك تاريخ محمد صلاح واتولد فين ومنين بالظبط. كمان لو انت خلصت المعلومات اللي هي ظهرت قدامك دي وعايز معلومات تانية عن محمد صلاح، مجرد ما تكتب كلمه المزيد عند سند مسج تحت هنا وتدوس له انتر هيجيب لك معلومات تانية عن محمد صلاح. ممكن تعمل بحث كامل عن محمد صلاح، مجرد ما تكتب له كلمه المزيد هيجيب لك زي ما انت شايف قدامك اهو كل الانفو الخاصه بمحمد صلاح. السؤال رقم 2 بقول له انا عايز اعمل آلة حاسبة باستخدام لغة البرمجة C++، فاداني الكود واداني كمان شرح مختصر يقول لي ان كل حاجة معناها ايه بالظبط في الكود بتاعك. فانت مجرد ما بتاخد الكود ده وتحطه على الكومبايلر لو انت شغال في مجال البرمجة هيرن معاك الكود بدون اي مشاكل. اخر سؤال بساله بقول له هل في فرق بين المتهم والمشتبه فيه، هيرد عليا كانه قاعد محامي عادي جدا بيشرح لك الفرق بين المشتبه فيه والمتهم بصوره كانك قاعد مع محامي بالظبط. فاصبح ان الشات جي بي تي تقدر تساله اي سؤال هيجاوبك عليه. التطور الرهيب اللي حصل في شات جي بي تي ان هو قدر يجيب مليون مستخدم في 5 ايام. متخيل الرقم عامل ازاي؟ يعني مثلا عندك لو مسكنا زي نتفليكس دي جابت مليون مستخدم في 3 سنين ونص، الفيسبوك جاب مليون مستخدم في 10 شهور، سبوتيفاي جابت مليون في 5 شهور،
فكره ان مليون مستخدم في 5 ايام مع الشات جي بي تي فده في حد ذاته طفره جامده جدا في الذكاء الاصطناعي. هنتكلم عن نقطه مهمه هي اصدارات الشات جي بي تي. الشات جي بي تي كان نزل منه اصدارين، اللي هو الاصدار الاول 3.5 والاصدار الثاني اللي هو 4، والاصدار الرابع ده هو اخر اصدار. هل في اصدارات تانية؟ اكيد طبعا مع تطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بنسبه كبيره هيكون في نسخه تانية بعد النسخه الرابعه. طيب تعال نتكلم بقى على المميزات اللي موجوده في النسخه الرابعه بتقدر تعمل لك ايه. اول حاجه ممكن يعملها تشات جي بي تي النسخه الرابعه، بيقدر يعمل لك تحليل كامل لاي صوره انت بتديها له، يقدر يقول لك الصوره دي عباره عن ايه. انا مثلا لو انا في مجال شغلي في حاجه معينه مش قادر افهمها من خلال صوره، باخد اللينك ده وبحطه على تشات جي بي تي بيعمل لي تحليل كامل للصوره، فاصبح ان هو يقدر يعمل اناليسيس بصوره طبيعيه جدا كأن حد بيشرح لك هي الصوره دي عباره عن ايه بالظبط. النقطة رقم 2 ان اي اسئلة فيها خطر زي مثلا اسلحة او مخدرات بيكون معمول لها حظر بنسبة 82%. تشات جي بي تي النسخة الرابعة مش بيجاوب عليها، لان طبعا في ناس حاولت تستخدم ده، ولكن تشات جي بي تي بيقدر ان هو يعمل له بلوك بشكل كامل. وكمان انا لما سالته على حاجه زي كده بيديني زي رساله توعيه ان الحاجه دي خطره عليك وحاول انت ما تستخدمهاش، لان ده ممكن يوصل لاجراء مثلا عقوبه، سواء مثلا استخدمت سلاح او مخدرات. فهو بيديلك زي تنبيه كامل ان انت ما بتستخدمش الحاجه دي لان بيكون فيها ضرر عليك. النقطه الثالثه ان تشات جي بي تي 4 افضل بكتير بنسبه 40% من الردود الواقعيه بتاعته عن النسخه اللي هي 3.5. النقطه رقم 4 ان شات جي بي تي 4 بيقدر يعمل لك حوالي 25000 كلمه بما يعادل حوالي 5 صفحات. يعني لو بتكتب قصه هيكتبها لك، عكس الاصدار اللي قبله كان يعني الحد الاقصى بتاعه حوالي 3000 كلمه. لو هنقول حوالي 3 صفحات، يعني بمعدل لو جينا نقارن بين النسخه الرابعه والنسخه الثالثه هتلاقيه حوالي 8 اضعاف النسخه اللي هي الثالثه. فشات جي بي تي 4 اصبح ان فيه تطور رهيب، انك تقدر تعمل اي سيناريو تقدر تكتبه في طريقه بسيطه جدا، وكمان هيلخص لك بدل ما تقعد تكتب على ايدك. النقطه رقم 5 ان هو بيتعامل مع حوالي 26 لغه، عكس الاصدار اللي قبله كان عربي وانجليش بس. فاصبح تطور رهيب في عدد اللغات، فده برضه هيساعد لو انت مثلا معاك حد صيني او ايا كان بيقدر يستخدم شات جي بي تي عادي جدا. اكتر نقطه عجبتني في شات جي بي تي 4 ان انا بساله سؤال بقول له عامل ايه يا صاحبي، قال لي الحمد لله تمام شكرا على سؤالك. تحس انك جايب واحد صاحبك وقاعد بيه على القهوه وبتدردشوا مع بعض. ففكره ان هو يوصلك ان الذكاء الاصطناعي كان واحد صاحبك، فده في حد ذاته طفره في عالم زي ما قلنا الذكاء الاصطناعي. سؤال اتسالته اكتر من مره، ليه الناس قلقانه من شات جي بي تي وهل هو هيأثر على الموظف وخصوصا المبرمجين؟ يعني مثلا الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل لك كود مكان المبرمج، فانت كده ممكن تستغنى عن الموظف اللي عندك وانت تعمله بنفسك. فهل ده فعلا هيأثر ولا لا؟ هجاوبك حالا. بص انا هضرب لك مثال وانت بقى ايه يعني افهمه زي ما انت عايز. انا واحد مثلا عايز اعمل برنامج صغير بكود برمجه بلغه معينه. اول حاجه هشوف حد مختص، المختص ده هيقول لي مثلا هاخد $10 وهتاخد كام يوم؟ هاخد 10 ايام. فاصبح دلوقتي ان انا دفعت تكلفه وكمان وقت، يعني خد 10 ايام عشان يعمل لي ابلكيشن. متخيل ان شات جي بي تي يقدر يعمل لك الكلام ده في دقيقه؟ في دقيقه. يعني انت مجرد ما تقول انا عايز مثلا برنامج معين بلغه معينه هيعمل لك الكود، تاخد الكود ده تحطه على كومبايلر ترميه، خلاص كده انت بقيت عملت الابلكيشن. فالناس قلقانه من حاجه زي كده، بس انا عايز اقول لك على معلومه بس بسيطه، ان ده رزق ومكتوب لك. يعني ايا كان يعني محدش هياخد رزقك، حتى لو كان ذكاء اصطناعي او ذكاء اصطباحي زي ما بيقولوا، ده رزقك ومكتوب لك، فما تقلقش من حاجه زي كده. في نقطه برضو قالتها شركه اوبن اي اي، انها مش هتعتمد بنسبه كبيره على الشات علشان يعتبر ان هو لسه في الفتره التجريبيه زي ما ظاهر قدامكم في الصوره، وكان تصريح طلع من الرئيس التنفيذي وقال في المعلومه دي. طيب هل شات جي بي تي مجاني وشغال في مصر؟ بص هو محظور في مصر، ولكن الناس بتجيب ارقام اوروبيه وتفعله، وفي صفحات زي ما انا قلت في بدايه الفيديو ان انا قدرت اتواصل معاها، وكمان هتديكوا خصم 50%، هتحول المبلغ على فودافون كاش وهيعمل لك الاكونت ومجرد ما انت بتقول له جاي من خلال الفيديو بتاعي، وهسيب لك الرابط بتاعهم في الوصف بتاع الفيديو. طيب انت مش عايز تشتري هتعمل ايه؟ في موقع مجاني بمجرد ما بتسجل برقمك بيفتح لك اكتر من اداه تقدر تستخدمهم عادي، من ضمنهم شات جي بي تي 4. هيقول لك ان انت ليك عدد مرات معينه بالنسبه للاسئله تستخدمهم كل يوم، مثلا حوالي 3-4 اسئله كل يوم. وفي كمان اكتر من تولز تقدر تسالها، دي بيكون unlimited تقدر تساله اي اسئله وتجاوبك عليها. ورابط الابلكيشن ده او رابط الويب سايت هتلاقوه في الوصف بتاع الفيديو. سؤال برضو اتسالته، هل شات جي بي تي ليه بديل؟ هو ليه بديل، وده هيكون في حلقه منفصله هنشرح فيها ايه هو بديل شات جي بي تي
وازاي انا اقدر استخدمه. كل ده هيكون في حلقه تانية. بس كده يا سيدي، ما تنساش بقى اللايك الجميل بتاعك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي استفسار سيبه في الكومنت على القناه وان شاء الله اقدر اجاوبك في اسرع وقت.